عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. خوتي اخواتاتي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر والرحمه والمغفره واليوم المباركات والخيرات والخير والخمير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بألف صحه وهنا يا رب. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه احبتي في الله وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتي الحلوه هذه اللي جبت لكم ان شاء الله احبتي في الله، طبيعيه وزوينه، كتجي لذيذه وهماويه وراقيه، تشرفك مع العائله، مقرمشه وهشيشه كتذوب في الفم. بسم الله. المقادير احبتي في الله، عندي هنا 2 بيضات بلديات، واحد نص ربعه 125 غرام ديال الزبده ديال العبار، هذه ديال حيوانيه ديال العبار. عندي هنا نصف كاس ديال العسل، عسل طبيعي. عندي نصف كاس ديال زيت الزيتون. عندي واحد الخليط ديال كاوكاو هو الفول السوداني مع هذا مع القرقاع، غير كان عندي اختياري، بغيتو ديروا نتوما ديروه، ما بغيتو ما عندكمش بلا ما ديروه. واحد شويه ديال القرقاع وشويه ديال الكاوكاو الفول السوداني. عندي هنايا كاس قل ربع ديال جوز الهند او الكوك. عندي هنا واحد شويه ديال قشور ديال الحامض هما باش غنسمو. عندي واحد اليوغورت طبيعي، نصف ملعقه الخميره البيكين باودر، وإلا عجبكم ديروا البيكربونات ديروا البيكربونات، غير ما متواجداش عندي شات ملح لتصحيح الذوق. هو الحرش او عرفتش كتقولوا ليه نتوما، الدقيق القمح الصلب احبتي في الله، ماشي داك الدقيق الاخر وانما هذا الحرش، حتى هو كيجي في الحلويات زوين. هادو هما المكونات احبتي في الله. وقبل ما ننتقلوا للحلوى احبتي في الله، انا غادي نطحن هاد الكاوكاو هذا والفول السوداني مع الجوز او القرقاع، غادي نسحقهم. غنزيد معاهم واحد شويه ديال زويته بلديه من هادي نيت اللي غادي ندير. يا احبتي في الله غادي ندير 2 بيضات، حامض، زبده ديالي، وغادي ندير العسل دفعه واحده. هاد المكونات ثم غادي نخلطوهم. غير خيط هكا. هذا اليوغورت طبيعي. غادي ندير الكوك، داك القرقاع وداك شويه ديال، نتوما بغيتو ديروا اللوز، عندكم اللوز ديروا اللوز، انا ما عنديش اللوز. عندي هذا الخليط هذا من واحد التحضير سابق خاط ليا. ثم غادي نحرك باش الا كانت نسمو الحلوى تكون غنيه تبارك الله، ذات قيمه، تكون عندها واحد القيمه غذائيه. في جميع المكونات درتهم. دابا باقي لي الطحين. المنكاس غيشد لينا. ها الكاس الاول غادي نديروه دفعه واحده، ثم الكاس الثاني وغادي نحطو حدايا، غندير منه ها هو، وغادي ندير ديك النص معلقه ديال البيكين باودر او الخماره ديال الحلوى، ثم غادي نزيد هاد الكاس الثاني. ما نزيدوش الدقيق دفعه واحده، لا، شويه بشويه.
والخليط نخليوه راطب شويه، ما نخليوش. الكاس الثالث حدايا غنزيد منه لا كونسيستونس ديال الخلطه او العجينه تتكون رطبه. شتي العجين كيفاش داير رطبه، ما تكونش قاصحه باش ما تعذبكم. سهله سهله مهله وناجحه ان شاء الله من اول تجربه. نسيت احبتي في الله ما قلت لكمش هاد الشوكولات فيرميسيل حتى هو غنديرو، وانما خصو يكون بارد درتو في المجمد حتى برد باش ما يطلق ليا في العجين وانا هذا. هاد الحلوه هذه فيها نكهات مختلفه. دوك القشور ديال الحامض راه ان شاء الله غادي تنسمها لينا. يا سلام على الرائحه الزكيه اللي طالعه. وبغيتو تزيدوا اضافات لكم الاختيار. دابا غادي نجيب الطاوه. هنا عندي الطاوه احبتي في الله، غادي ندير لها واحد ورق الزبده. غادي نقطعو هكا باش يجيني هو هذاك. نشكل كريات ها هي احبتي في الله كريات. نتوما ديروا الكره قد ما بغيتوها صغيره بغيتوها كبيره لكم الاختيار. انا كتعجبني شويه الحلوه كتكون باينه شويه كبيره شويه حتى كتبان في البلاطو، وكتجي تبارك الله بكميه وفيره. هذه كبرتها الاولانيه كبرتها شويه. صدقوني غادي تعجبكم ان شاء الله. بغيتكم ديروها، راه ساهله، مكونات بسيطه، خطوات سهله، وفي اخر اللحظات في 10 دقائق الاخيره غادي ديريها ان شاء الله وتوجديها. صغار المكونات يكونوا موجودين عندك حداك. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد، وربي يحقق امانيكم. ما تنسونيش احبتي في الله باللايك والاشتراك في القناه. دعموا اختكم زينب التي تحبكم في الله وتدعو لكم دائما بالخير والنجاح لكل واحد، كل واحد باسمه، وكل من عنده يد هكا باش يدعمني ويحفزني فكنشكرو. الله يجعلو لي في ميزان حسناته. لدينا نفس الهدف احبتي في الله، فندعموا بعضياتنا ونساندوا بعضياتنا. بلا بكم القناه ما كتسوى حتى شي حاجه. انا كبرتهم احبتي في الله، نتوما الا صغرتوهم راه يعطيوكم غير هاد الكميه دابا اللي شفتو غيعطيوكم اكثر من هكا. يعني هذه صوت هاد الطاوه تبارك الله ما شاء الله راه فيها البركه. نزيد مازال وحده هنا. فهاد الاثناء هادي درت الفران كيشعل 180 دوغري، ونخلي الحلوه ديالي طيب من التحت ثم نشعل ليها الفوق حتى تحمر معايا المهم تاخذ اللون ديالها، وان شاء الله نكون معكم.